في ناس أثناء الخلاف والنقاش كل اللي بتعمله إنها بكل براعة تحاول تكسب النقاش وتقلب الترابيزة عليك وتقنعك إنك أنت اللي غلطان وإنها ما بتغلطش، ومش مهم عندها أنت هتكون مشاعرك إيه ولا هتتقهر وتحزن إزاي. المهم إنها تكسب النقاش وخلاص. وفي ناس تانية بيكون كل همها أثناء النقاش إنها ترضيك وتكسب ودك وتعتذر لو غلطت، لدرجة إنها تحسسك بالخجل منها، وصعب بعدها إنك تفضل زعلان منها أو تعاتبها. النقاش والعتاب مش لازم يبقى فيه كسبان وخسران، لكن لازم يكون في حد بيحب التاني وخايف يخسره، لأن اللي هيكسب في النقاش بطريقة الاستفزاز وقلب الترابيزة على اللي بيناقشه هو الخسران، مهما كسب ومهما حس إنه انتصر. خسر وده وحب اللي بيتعامل معاه، خسر ثقة اللي بيحبهم إنه ممكن يكون ظهر وأمان ليهم، بيكرههم إنهم يعاتبوه أو يتناقشوا معاه، وبيفضلوا يبعدوا عنه ويتقوا شره لأن طريقته بتتعبهم وتزعلهم. اتعودوا إن أثناء النقاش ما يكونش تفكيركم بس إزاي أكسب المعركة، حتى لو هتخسر كل الناس اللي حواليك واللي بيحبوك. فكر وقتها بس إزاي تكسب اللي بتتناقش معاه وتكسب حبه ووده. وقتها هتلاقي اللي بتتناقش معاه وزعلان منك هينسى كل زعله في لحظة، لأنك احتويته وكان كل تركيزك وقتها إنك ما تخسروش. والإحساس ده هيوصل له وهيكون هو حمامة السلام بينكم من غير ما تحتاج تقلب الترابيزة عليه، وانت فاكر إنك كده بتنتصر عليه، مع إن في الوقت ده بتكونوا انتوا الاتنين خسرانين. هو خسر ودك وحبك وانت خسرت أمانك معاه.